بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير انتم وكل حبايبكم. وطبعا نبتدي الفيديو بالصلاة على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى قرنبيط بمشيئة الرحمن، وان شاء الله كل اللي هيدوقه من ايديكي هيعجبه جدا، لانه ما شاء الله عجب ولادي جدا جدا جدا، ما اقولكمش قد ايه. وما شاء الله كان مقرمش وطعمه حلو قوي. طبعا انا كنت جايبه قرنبيطتين زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا لازم تشتري القرنبيطه بيضه وحلوه كده، ما يبقاش فيها اي حاجه سمره ولا كده. وطبعا انا هبسلق القرنبيط زي ما هو سليم كده، وبعد كده بقطعه زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو. طبعا بشيل العروق اللي هي الخضرة ديت، وبشيل الحتة الجامدة اللي هي الكبيرة اللي فيه دي، وبعد كده بقى ايه بحطها زي ما هي كده في المية. وبعد طبعا ما بتستلق بقوم مقطعاها زي ما انا عاوزة، بقى عاوزاها حتت كبيرة، حتت صغيرة، حتت متوسطة. ده حاجة ترجع لك انت، بس يعني إيه اقل من المتوسطة سيكة كده، عشان ايه يبقى شكلها ظريف ولطيف كده. المهم شلت الحاجات العروق الخضراء اللي فيها هي. طبعا هعمل التانية برضو زي ما عملت دي. وطبعا لو لقيت فيها حاجة سمرة ولا كده ولا حاجة مصفرة شوية بشيلها بالسكينة زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا انا جيت اعمل دي فلقيتها انها ايه يعني طلع منها كذا حتة كده، فقلت مش مشكلة هحطها برضو في المية ايه معاها كده. طبعا لو انت عايزه تعملها يعني تقطعيها وبعد كده تسلقيها براحتك، بس بصراحه الطريقه دي سهله جدا ويعني بتوفر عليكي، بدل ما تشيلي وتحطي لا انت هتحطها مره واحده وتشيليها برضو، وبعد كده بايه تقطعي براحتك، كبير صغير براحتك. طبعا كنت حاطه ميه على البوتاجاز. هحط ايه في الميه دي؟ هحط نص معلقه كبيره كمون. طبعا علشان القرنبيط او الكرنب بيبقى فيه غازات، فلازم نحط ايه الكمون ده بيمنع الحاجات دي. وطبعا حطيت معلقة كبيرة ملح علشان برضو ايه نملحه شوية. وطبعا انا ما كترتش برضو علشان ان انا هحط لسه ايه في التتبيلة بتاعته. طبعا هيبقى فيه تتبيلة سايلة وتتبيلة ايه ناشفة. طبعا بعد ما المية غلت تستني طبعا لما المية تغلي بالشكل دوت، وبعد كده ايه هتنزلي بالقرنبيط بتاعك. طبعا انا يعني ايه بالراحة بقى وانت بتحطيه، علشان طبعا المية بتغلي، يعني ربنا يسترها علينا جميعا يا رب. فبشويش كده ايه يعني بالراحة خالص، وبحط الايه القرنبيطة كده، وزي ما انتم شايفين بعدلها في الحلة بالراحة بشويش علشان ما فيش مية سخنة تيجي عليكي ولا كده. وطبعا الف بعيد الشر على اي حد يا رب، وربنا يكفينا شر فواجع الأقدار، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا هي كده كانت استوت. أنا طبعا ما بسلقش القرنبيط يعني بهريه، لأ، يا دوبك يبقى فاضل فيه مثلا 10% سوا. دي البهارات بتاعتي هقول لكم عليها دلوقتي. ودي بصلاية، طبعا البصلاية دي بتديله طعم تاني خالص. طبعا لو انت عايزة تستغنى عنها براحتك، بس بصراحة هي مدية طعم حلو جدا للقرنبيط. ومعلقة كبيرة توم، وايه وهنعمل التتبيله ايه السايله مع بعض دلوقتي. طبعا الكوبايه الميه اللي هناك ديت انا جبت كمان نص ميه عليها، وهوريكم برضو ايه قوام التتبيله بتاعتي هيكون عامل ازاي. طبعا انا جبت البصله بتاعتي، طبعا كنت غسلاها كويس جدا، قطعتها حتت صغيره زي ما انتم شايفين معايا كده، لان بصراحه الخلاط بتاعي يعني إيه بايظ. فطبعا انا بعمل بالهاند بلندر دلوقتي. هحط ايه هقطع البصلايه قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، بس علشان الهاند بلندر يقدر يقطعها ويفرمها. وهحط بقى ايه نص كوبايه ميه عليها كده ايه علشان تتفرم ناعم. طبعا انا هفرمها ناعم جدا. لو انت عايزه تعملها في الخلاط هيكون افضل طبعا، بس علشان بس الخلاط بتاعي بايظ. حطيت نص كوبايه الميه زي ما قلت لكم اهو، وهضرب بقى ايه بالهاند بلندر بتاعي. برضو بقول لكم تالت اهو. انا علشان بعمل بالهاند بلندر علشان الخلاط بتاعي بايظ، الشفشق بايظ. يعني ايه انت ممكن تستعيضي عن الهاند بلندر بالخلاط، وممكن لو عايزه برضو تعملي التتبيله كلها في الخلاط برضو مفيش مشكله، اللي يريحك اعمليه.
زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا انا هفرم البصله دي، عاوزاها ناعمه جدا جدا، يعني ايه ما بمعنى اصح كده ما تبقاش باينه خالص في التتبيله. وهي بجد ما كانتش باينه خالص، لان طبعا انا فرمها ناعم زي ما انتوا شايفين معايا كده اهي، ناعمه خالص اهي. وجنب الدقيق برضو هنحط دقيق ايه على التتبيله. حطيت طبعا دي كانت حزمه كزبره على شبت. شلت العروق بتاعتها وقطعتها ناعم جدا. ده ملح، ومعلقة كبيرة كمون، ومعلقة كبيرة كركم، ومعلقة صغيرة مليانة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة بهارات فراخ. وطبعا حطيت كده 3 معالق دقيق اهوت، وبرده لسه هزود دقيق. هوريكم طبعا قوام التتبيلة السايلة دلوقتي. وبرضو انا ما شاء الله عامله قرنبيطتين، فلازم اكون عامله التتبيله بتاعتي كتيره شويه. انت على حسب طبعا، لو انت جايبه قرنبيطه صغيره يبقى كده ايه هتقللي شويه في التتبيله دي. دول 6 معالق دقيق مليانين هرميين كده ايه. وطبعا بقلب كويس جدا. البهارات بتاعتي كانت معلقه كبيره كمون، معلقه صغيره مليانه فلفل اسود، معلقه كبيره بهارات فراخ، معلقه كبيره كركم. طبعا الكركم علشان بيدي لون حلو قوي. زودت ميه اهو، لان برضو لقيتها انها محتاجه. انا طبعا ما مش عاوزاها لا تقيله ولا خفيفه، السمك بتاعها هيكون متوسط زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. طبعا انا يعني ايه بقلبتها كويس جدا علشان ايه كل المكونات تختلط مع بعضيها. طبعا بعد ما القرنبيط بتاعي برد، قمت بقى ايه بدأت ان انا اقطع فيه زي ما انت شايفة كده. عايزة مثلا تصغري اكتر من كده براحتك، عايزة برضو تكبري اكبر من كده برضو براحتك، الحاجة دي ترجع لك انت. انا بصراحة بحب العروق اللي فيه دي، يعني مش عروق كتيرة قوي بس يعني ايه، انا بحب العروق بصراحة، بحب اكلها. واللي بلاقيها كبيرة قوي بقوم شايلة برضو ايه العروق بتاعتها منها، تبقى ايه يعني متوسطة كده في الحجم، حلوة جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده ايه. شلت برضو العرق دوت، لقيته كبير خالص، فقلت ايه اما اشيل منه حتة كده. طبعا الكيس دوت فيه ايه، فيه إيه 2.5 كوباية دقيق، وكوباية نشا، وحطيت فيه معلقة كبيرة كركم، وحطيت فيه معلقة كبيرة كمون، وحطيت إيه نص معلقة ملح، لان طبعا انا حاطة ملح في التتبيلة السايلة، وحطيت معلقة كبيرة كركم. يعني البهارات اللي انت حطيتيها في التتبيلة السايلة هتحطيها مع الدقيق والنشا. طبعا انا بحط في القرنبيط الاول في التتبيله السايله، وطبعا ايه بتصفيه كويس جدا، وبعد كده ايه بتحطيه في اللي هم ايه الدقيق والنشا والتوابل ايه اللي موجوده في الكيس. طبعا انا عملت في الكيس علشان الكيس يعني ايه بتحس ان الرخامه نظيفه، مش متبعتره كلها دقيق وكده، مش بتلاقي عليها دقيق كتير. وبمسك الكيس زي ما انتوا هتشوفوني كده ايه، وبقلب كويس جدا كده علشان القرنبيط كله يتغلف بالدقيق. لكن طبعا اللي بلاقيها محتاجة انها عايزة دقيق تاني بحطها في الدقيق تاني زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا لما انت بتعملي كده وتلاقي القرنبيط بتاعك عرق كده، بترجعيه في الدقيق تاني. الخطوة دي بتخلي القرنبيط بتاعك مقرمش وجميل جدا. فانت لو عملتيه زي ما انا عملت كده وحطيتيه في الطبق ولقيتيه عرق، نزليه تاني في الدقيق، هيبقى ايه هيبقى مقرمش وحلو جدا. طبعا لو وصلت معايا لحد هنا، يا ريت بقى ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك للفيديو لو عجبك طبعا. وما تنسيش بقى يعني ايه الاشتراك، وتفعلي زر الجرس على الكل علشان ان شاء الله اي حاجة انزلها يجيلك اشعار بيها. طبعا هو اتلسوع مني شوية بس كان برضو خطير والله، كان طعمه حلو جدا جدا جدا. يا رب الطريقة بتاعتي تعجبكم، وطبعا ما تنسوش كومنت حلو من ايديكم كده. طبعا ما شاء الله كان حلو جدا وطعم جدا. ان شاء الله لما تجربيه بالطريقة دي هيعجبك جدا جدا ان شاء الله. وطبعا اي حاجة في الزيت تشيليها، هاتي مصفى كده ولا اي حاجة، وطبعا اي حاجة في الزيت تقومي شايلاها علشان ايه ما تأثرش على القرنبيط بتاعك. يا رب بقى تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. أسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.